اجمل متابعين واخوات في الدنيا. النهارده وصفتنا جميله جدا، هنعمل مع بعض الريش الضاني. صينيه ريش ضاني جميله جدا وهتعجبكم. الريش دي فيها كميه من الدهون كبيره مش هينفع تتسلق. هقول لكم على وصفه جميله وسريعه. بشرة البصله هناخد الميه بتاعتها وهنبشر دلوقتي طماطمتين كبار. هناخد ميه البصل، هننزل بالطماطم، التوابل بتاعتنا شويه كمون، شويه فلفل، والسبع بهارات. نص معلقه ملح، معلقه كبيره زيت. الزيت للتلميع بس مش اكتر، لان هي كده كده ايه فيها دهون. تتقلب كده مع بعض كويس. تبل معانا. وصفة جميلة وسهلة للمبتدئين معايا، ولا فحم ولا وجع عين ولا اي حاجة، سهلة جدا، بتبقى كده سريعة في الفرن، وجبة جميلة وكله هيحبها. مش هينفع فيها غير كده، مش هنسلقها علشان نسبة الدهون عالية، ولما بتسيح الدهون بتبقى جميلة جدا 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 الريش. وبرضو هنحط حتة فحماية هتبقى زي اللي في الفحم بالظبط. ما اتنقعتش، هي اتعملت على طول على طول كده. نوزع كل الخليط كده عليه. هتتغطى بالفويل، وايدين الفرن بقاله ربع ساعه، لازم تتحط على درجه حراره عاليه لمده ساعه ونص. هنعمل مع بعض صينيه بسله على جزر على بطاطس سوتيه، يعني اسرع صينيه خضار في الفرن. ادي معلقه سمنه كبيره وحته دهنه ضاني. البصله اللي بشرناها خدنا يا دوبك ميتها، هننزل بالبصل. البسله، الجزر، والبطاطس اخر حاجه. هنيجي بقى للتوابل. ادي مرق الدجاج. التوابل بتاعتنا شويه فلفل، شويه كمون، نص معلقه سبع بهارات، وورق لورا. بكيس صلصه صغير او بمعدل معلقه كبيره صلصه. وبعد كده الطماطم المعصوره الفريش. جنبين شوربه سخنين، الشوربه متبله طبعا وفيها ملح. هنفضيها في البايركس، هنحطها في الفرن. طبعا الفرن شغال بقى له ربع ساعه طبعا مع صينيه الريش. اول ما طلعت من الفرن حطينا حته فحمايه على البوتاجاز، هنكتمها بقى كده. خلصت وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم. ده كباب الحاتي في الفرن البوتاجاز العادي جدا. وادي طاجن البسله، يا رب تعجبكم حلقتنا النهارده. وده العيش السوري عملناه من صنع ايدينا برضو في البيت اهو. اوعوا تنسوا